بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بنتكلم عن استعدادات الاتحاد السكندري للموسم الجديد اللي هيبدأ الخميس 21 سبتمبر 2023. والحمد لله والشكر لله الاتحاد مع طارق العشري الموسم دوت لأول مرة القيادة الفنية. كنا بننتظر الكابتن طارق من سنوات لغاية ما ربنا أراد الموسم دوت وتمت الاتفاقات مع كابتن طارق العشري مدير فني الاتحاد السكندري. وبالتالي بنتعشم إن شاء الله ان اللي يكون له نصيب من التوفيق مع الاتحاد السكندري. كابتن طارق حقق بطولات في كل الاماكن اللي مسك فيها كمدير فني، سواء في مصر او في ليبيا او في السودان او مع المنتخبات المختلفة. فكابتن طارق نتمنى له التوفيق ونرجو من الله سبحانه وتعالى انه يحقق اماني جماهير الاتحاد السكندري، وتكون ديت هدية بقى من ربنا سبحانه وتعالى على صبر جمهور الاتحاد السكندري لسنوات طويلة. كابتن طارق طبعا هو مواليد 24 نوفمبر 64 لصنص آداب. هو كابتن الاتحاد من 85 ل 99. هو لعب بدأ من يمكن من 83 ده كان ليه ظهور. لاعب دولي منتخب مصر من 85. حصل على بطولة ألعاب أفريقيا 87. عسكرية بغينيا 98. بطولة كأس العالم العسكرية بكرواتيا 99. كأس العالم العسكرية بالقاهرة 2001. وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. حصل على بطولة كأس العالم العسكرية 2001. مدير فني حرس الحدود صعد الممتاز 2001 2002. موسم 2002 ل 2006 حائز على المركز الثالث بالدوري وشارك بالبطولة العربية والكونفدرالية. مع الحرس حقق مراكز وكاس مصر وكاس السوبر وبطولات كتيرة. طيب وفي ليبيا نفس الحكاية بطولات كابتن طارق العشري كتيرة. وربنا يسهل وتكون ايه يعني مع الاتحاد بنفس القصة وبنفس الصيغة، ويحقق اماني جمهور الاتحاد السكندري، ونرجو من الله ان يكون لنا التوفيق معه. الموسم هيبتدي مع الاتحاد سيراميكا في الاسبوع الاولاني 21، والاسماعيلي الاسبوع الثاني 28، والجونة الجمعة 6 اكتوبر، والبلدية 21 اكتوبر، والمقاولين 28 اكتوبر، وسموحة، وهكذا زد والزمالك والاهلي وفاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك وانبي وفيوتشر والمصري. سبحانه وتعالى نرجو منه يوفقنا ويكون الكابتن طارق صعد الناشئين معاه 22 لاعب من فريق الامل اللي هم 2001 و2003 و2005. كل واحد له نصيب، والكابتن طارق هو المدير الفني ومعاه كابتن محمود عطا واحمد العشري وايمن بسيوني. جهاز فني كامل متكامل. وبنرحب بكابتن طارق وبنقول ان الاتحاد كان في المركز الثامن ب 43 نقطة ودخل فيه عدد اهداف ما يصحش. مش رفض بيع مبلوله طبعا، لان مبلوله يعني نقوله ايه رمانة ميزان الفريق او اللي بتبني عليه فرقة. لازم الفريق اللي هو بينافس يكون عنده حارس قوي ودفاع قوي ووسط قوي وهجوم قوي، لو على الاقل واحد بس في كل مركز. فبناء عليه بتبقى فرقة قوية ولها قوتها. كابتن طارق العشري سعيد بمنافسة بالعودة لبيتي، وانا بعيد ترتيب البيت من الداخل، واحنا اللي هيمثل الفريق اللي يكون قادر على العطاء. والاستاذ مصلحي وكل التوجيهات الشق الفني للكابتن طارق والشق المادي للكابتن للريس مصلحي. طبعا اللي خرجوا واللي دخلوا مع الاتحاد والاجتماع اللي هو فيه اعلان كابتن طارق، وان طارق والعشري واحمد عمر الاثنين اولاد النادي يعودوا لقياده
الاتحاد في الكورة والسلة، وحراس الاتحاد الصاعدين الواعدين الشباب والجهاز الفني والولاد والأفارقة اللي وصلوا، والصفقات بقى هاني الطامي والاتحاد 117 سنة، وعمرو صالح صفقة جديدة، وابتسامة وهاني الطامي ومبلولو خط أحمر، والاجتماع العشري عينه على الناشئين. الحبيب حسن دوت برضو مدافع أفريقي، ومبلولو وابتسامة في إنه تكريمه كهداف للدوري المصري، وولاد الاتحاد وناشئين الاتحاد والصفقات اللي طبعا في صفقات رجعها كابتن طارق، ده عمر صلاح حارس الاتحاد، عمك ايمن والغندور، والتورته بتاعت فوز مبلولو بالهداف ومعاه بواتنج. طبعا الناشئين نظرة كابتن طارق للناشئين، لان هو شايف ان هو عنده لاعب واتنين في المركز، والتالت يكون من ولاد النادي الناشئين اللي المفروض ياخد فرصة، وبناء عليه صعد لنا عدد من الناشئين. فاحنا هنلاقي ان الفريق بيضم المهدي سليمان حارس المرمى، مع عمر صلاح، مهدي رقم 1 وعمر صلاح رقم 16 وعمرو خليل 23، ومعاهم الشاب محمد صلاح كباكا. الدفاع هشام صلاح رقم 7 واحمد غنيم رقم 4 وسيف تقى رقم 5 واسلام ابو سليمه رقم 30 واحمد ياسين رقم 29 ومصطفى ابراهيم رقم 3 ومحمود شبانه رقم 6 ومحمد رجب الصافي ده طلع اعاره للبلديه، وحسين محمد 26 واحمد فهد 2 وعمرو صالح 24 والحبيب حسن 37 وخالد الغندور 10 وهاني الطامي 20 وعمر الوحش 12 وناصر 8 وبلال السيد 25 وزغلول محمد 13 وكريم الديب 17 ومورو سليفو 18 وفرانك الان ما ظهرش فرانك الان في اللي فوق، احمد عادل ميسي 14 احمد عيد فوزي الحناوي 11 عبد الغني محمد 21 رجب عمران 19 احمد الشيخ 22 بنيامين بواتنج 27 فان ديرك مبلولو 9. الولاد الناشئين بقى اللي معانا فرانك الام والحبيب حسن وبيكلي اوبامي ومحمد مسلم ومحمود بسيوني تحت السن ده، ومازن سالم وعبد الله عمر وعمرو مطوع ومحمد فارس 38 ومحمد مرسي عبد السلام واحمد خالد ومحمد الدسوقي وعمر عمر وعبد الدايم اسماعيل وحبيب البنداري صلاح كمال ومحمد عجمي وشهاب خالد وشوقي حماده ومحمد امين وعمر فتحي ومحمود سطوحي. كان في ولاد طبعا من الشباب مع الفرق المختلفه. طبعا ابراهيم حسن راح اعاره في بدل ياسين، راح بيع نهائي بدل ياسين. والكابتن طارق طبعا ايه بيتفرغ بقى للاعداد سواء الولاد الناشئين او الفريق الكبير، وكان كل يوم على الاقل بيقضي معاهم 7-8 ساعات في التدريبات، ده غير تواجده في النادي وخطط عمل واستراتيجيات لمراجعة القصة كلها من الألف للياء. إن هو كان له دور كبير جدا في الإعداد، ولعب مباريات ودية، والمباريات الودية ديت طبعا احنا مش بنتكلم عليها كمقياس، يعني مثلا آخرها راية اتغلب 1-0، كان عمر صلاح ورجب وفارس وبسيوني وعمر صالح وهاني الطامي وناصر وفرانكو وفوزي الحناوي وعبد الغني واحمد عيد وعمرو خليل وأودورو وحسين محمد وفهد. طبعا هو لعب ديلفي فاز 4-2 ولعب على الشباب 2-0 والانتاج 2-0 ودمنهور 1-1 والجيش اتغلب 3-0 والبنك فاز 1-0 وزد 0-0 ومليت كفر الزيات فاز 2-0 واتغلب من انبي 1-2 ومن رايه 1-0. يوم البنك كان المهدي وهشام صلاح واسلام ابو سليمه وسيف تقى والحبيب حسن ومورو والغندور وعمران وجديب وبواتنج مبلولو. يوم الجيش كان عمر صلاح وأحمد عيد ومصطفى ابراهيم وعمرو صالح وفارس عزت وبلال السيد وفرانك الان وناصر فوزي الحناوي وبيكالي امومي، ده كان 0-0. طبعا المباريات ديت يعني قلنا اعداد عمر صلاح دولفي محمود بسيوني حسين محمد الحبيب احمد فهد مورو هاني فرانك عبد الغني عموري ضربة الجزاء والحناوي سجل الهدف
طبعا تألق بلال والحبيب وفرانك، كل الحاجات ديت نتكلم عليها علشان نتكلم على الإعداد بتاع الفريق. ومصلحي بيقول وضعنا خطة تليق بزعيم الثغر، والولاد الصغيرين إتو طلع إعارة أو طلع بره، وعيد. وطبعا الأسماء هتبقى واضحة. ده رجب عمران طبعا من الصفقات. والاتحاد يعسكر على كورنيش اسكندرية. وسيف طقة. والحراس الاتحاد يعد التدريبات المسائية فرانك والحبيب حسن. فرانك ألان دوت لاعب وتحت السن كمان. أوتارا ما نفعش معانا، أوتارا رجع. وصبحي راح الجونة. والعشري يقود تدريبات الاتحاد على 3 فترات. الراجل كان شغال أكتر من شهر ونص صباح مسائي. أحمد عيد وبنيامين. الصفقات بقى اللي احنا ايه، اجتهاد اخواتنا في الصفحات. واحمد الشيخ ان هو جه الاتحاد برضه. الحناوي وتقى ومحمود عطا طبعا مرحب بيك في بيتك. وبواتنج عوده، والعوده احمد. واحنا كنا ضد طلوعه اصلا لان اموتو كان جه على حساب بواتنج. اموتو طبعا كانت صفقه فاشله. مورو وعبد الغني. وربنا يسهل بقى ويكون السنه دي يعني ايه موسم حلو على جميع لاعبتنا. وموسم خير يعني لكل اللاعبين. وبالتالي اداء كويس. والجمهور هيصبر، الجمهور هيصبر لما ما تقلقش من الجمهور. الجمهور هيدعمك وهيساندك مهما كانت النتائج. احنا طلباتنا بسيطه خالص، لا عايزين بطوله ولا اي حاجه. مش عايزين غير ان احنا نفوز، ان احنا نكسب، تقل عدد الاهداف اللي بتدخل مرمانا، تقل عدد الهزائم. مش عايزين هزايم على ملعبنا. يعني يبقى عايزين سلسله فوز وسلسله لا هزيمه وشباك نظيفه، يعني بعيد عن اي شيء. اداء حلو، اداء رجولي، الناس كلها تتكلم على ان فريق الاتحاد ظهر بمظهر طيب. ما هوش فريق يعني في الدوري كده لا لون ولا طعم ولا منظر زي ما هو. المراكز بقى عندنا احمد الشيخ ورجب عمران وعبد الغني ومبلول وعموري وميسي واحمد عيد. ده بيكلي، فان بيكلي. طبعا الصفقات يعني في الاخر طبعا الغندور اتكرم كاحسن هدف، اجمل هدف في الدوري المصري. لعبنا ماتش مع زينة الولاد الشباب وكسبوا 3-1. البنك فاز على البنك 1. فان دارك 3 مواسم. زعيم الثغر مسيرة الأندية الشعبية. إسلام أبو سليمة وسيف طقة وغندور والولاد في التدريبات. طبعا ده كله إعداد وصرف المستحقات. ويشكر مجلس الإدارة على إنه مهتم بموضوع المستحقات، وما عندناش لعيبة عندها ليها أي طلبات أو ليها أي حاجة. وتكريم مبلوله من الرابطة، وتكريم الغندور، واستعدادات الفريق وتدريبات الفريق سواء في استاد اسكندرية أو في ملعبه في السموحة أو كان في برج العرب أو في الأكاديمية البحرية. ده الاستعدادات اللي من آخر شهر 7 من ساعة ما اعتمد جهاز كابتن طارق العشري. والفريق طبعا بيستعد وبدأت تبان ملامح الفريق. فإن شاء الله نتعشم في موسم قوي للاتحاد وبداية كويسة. ونصبر حتى برضه لو حصلت إخفاقات زي ما اتفقنا، لأن يعني وارد إن أنت تكون عامل كل شيء كويس والظروف ما تناسبكش. كباكا تحت 19 سنة، يعني تحت السن لسه بدري عليه. لكن هو يخش كحارس ثالث مع المهدي وعمر صلاح. البدلاء واللاعبين وصور بقى عيون الرياضة بصراحة كانت بتغطي كل المباريات وديات الاتحاد واستعدادات الاتحاد. وأحمد ياسين مدافع. وصور من استعدادات الاتحاد مبلوله. راجل طيب قوي ومحب للاتحاد وحاسس ان هو لقى نفسه في الاتحاد، لانه تاريخه ال10 سنين اللي قبل الاتحاد مفيش غير 13 هدف اللي ظاهرين على مواقع الداتابيز.
لكن كل البطولات بتاعته والسجل القوي بتاعه حتى لما اختار المنتخب بعد وصوله للاتحاد، احرز مع الاتحاد 29 هدف في الدوري، و5 في الرابطه، وواحد في الكاس، وجاب جونين في الفتره نفس الفتره مع منتخب انجولا. فطبعا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، يكون فريق متوازن دفاعيا وهجوميا وخط نص ومحاور لعب، صناع لعب. ده اللي دايما بينقص نادي الاتحاد، ان يكون عندك صناع لعب، يعني تجيد التمرير للمهاجم، وبناء عليه المهاجم يقدر يخلصها في الجون، هاتها من الشبكة للحارس المنافس. طبعا عزومات بقى ومؤتمرات وتكريمات، نوع برضو من الترفيه عن اللاعبين، فكانت حاجة كويسة. ده ماتش زينت والولاد كسبوا 3-1. وبرضو استعدادات سواء شباب الأمل أو الاتحاد الكبير، وطبعا صور الأتوبيس حاجة تشرف، برضو أتوبيس في اسكندرية ومعالم اسكندرية، مع إعلان صلاح عن بحري والكشري والكبدة فكانت والحواوشي، كانت برضو إيه حاجات جميلة. زعيم الصقر يحتاج لمهاجم قبل غلق الميركاتو، طموحاتي مع الاتحاد بلا حدود. والجمهور عشمان، الجمهور عشمان ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويوفقنا. التوفيق غايب عن الاتحاد من 50 سنة، مفيش بطولات. الاتحاد في اخفاقات كتيرة وحصلت كوارث يعني، لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يعود التوفيق بقى من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وحده هو اللي قادر على اعادة التوفيق الغائب عن الاتحاد، يبعد عننا الاصابات، يبعد عننا الاخفاقات، تكون الصفقات كلها بامر الله مفيدة ونافعة للفرقة، وتكون ذات اثر طيب على الاداء العام للفريق، فريق الاتحاد السكندري موسم 2023 2024 اللي هيبدأ الخميس 21 سبتمبر 2023. فيكون بإذن الله يعني فتحة خير على الاتحاد، نادي الاتحاد السكندري وجمهور الاتحاد وكل عشاق الاتحاد في كل مجال، وبالتالي يعود الاتحاد في مسيرته بقى. نقول بقى ايه، احنا حلمنا بالمربع كتير وما حصلش، حلمنا بالبطولة العربية وما وصلناش، فبالتالي بقى يكون أحلام حقيقية وواقعية، وتجينا من عند ربنا سبحانه وتعالى إن الاتحاد هو اللي يحقق الأمجاد من جديد، ويفوز بمراكز متقدمة. مش هنقول هناخده أول الدوري، ولا هناخده تاني الدوري، ولا تالت الدوري، لا. احنا قلنا الجهاز اهو، كابتن طارق العشري وعطا واحمد العشري الابن وايمن بسيوني وعبد الحليم كامل وعمر عبد الرحمن وايهاب جابر وسامر، وهكذا يعني ايه القايمه بتاعه الجهاز. لكن احنا كنا عايزين نبص على دوت اتكلمنا عنه. في حاجه تانية كنا عايزين نقوله عليها، دي القايمه دي. القايمه دي قلنا الحراس عندك دي عاملها اسلام عجميه حبيبنا، قلت له كويس انت ريحتني، اللي كنت لسه هعمل واكتب، فاسلام عجميه عمل لنا وريحنا. المهدي سليمان وعمر صلاح وعمرو خليل قلنا معاهم صلاح كبكه. قدامهم اتنين قلبي دفاع، سواء الليبرو او الاستوبر او المساك، يعني اللي بيغطي واللي بيقابل، شيفتو او شابانه ومصطفى ابراهيم، اسلام ابو سليمه واحمد ياسين ورجب الصافي. لا، رجب طلع وراح اعاره، وجاه بداله عندنا بقى الباك اليمين هشام صلاح واحمد غنيم ومحمود بسيوني، والشمال الحبيب الحسن وعمرو صالح واحمد فهد، وفي النص مورو الديفندر اللي في الوسط المدافع، مورو وبلال وفرانك. قدامهم على اليمين ناصر وهاني الطامي ومحمد فارس، وعلى الشمال غندور والديب والحناوي، والجناح اليمين الشيخ وعمران وعبد الغني، وقلب الدفاع قلب الهجوم مبلول وكامبي وعموري، والجناح الشمال ميسي وعيد وبواتنج. بالتوفيق لاولادنا وبالتوفيق لنادي الاتحاد السكندري. طبعا عشمانين في الكابتن طارق ان يكون انتصارات الاتحاد تعود على ايده من جديد. طبعا دي كانت اطلالة على استعداداتنا، وعلى ربنا يكرمنا ان شاء الله في ما هو قادم للاتحاد السكندري، ويكون كابتن طارق هو الموعود بتحقيق الآمال. شكرا لكم.
وربنا يكرمك يا اتحاد، ورب تكسب يا اتحاد، يفوز الاتحاد السكندري، وتكون بداية موفقة لجماهير الاتحاد في كل مكان. شكرا لكم، شكرا.